ازيكم يا احلى واجمل متابعين سفرة سهير. بجد انا قبل ما ابدا الفيديو حابه ان اشكر كل واحد بيهتم بالقناه وبيكتب لي تعليقات، لان بجد تعليقاتكم كتير هي بتساعدني. بفضل ربنا وبعد فضلكم طبعا. القناه وصلت الألف، وبتمنى لو اي حد متابعني لكن لسه ما عملش اشتراك يا ريت بقى يشترك معنا في القناه، واللي يعجبه بقى الفيديو يدوس لايك واشتراك. انا كان عندي اوردر بتاع عروسه، طالبه مني 8 دسات جاتوه، حابه ان انا اعمله معاكم وهعمله معاكم بطريقه سهله جدا وبسيطه. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا. اول حاجه بدات بيها السرسرول فانيليا. السرسرول فانيليا اخد مني 3 بيضات، ربع كيلو دي اسبونج جاهز، ربع كوبايه ميه ومعلقه محسن. ولو في خل تمام، مفيش خل يبقى عادي جدا، مفيش اي مشكله. في بولة العجان يعني هبدأ بقى أضيف كل المقادير اللي أنا قلتها في العجان. لو انت ما عندكش عجان زي ما احنا متفقين يبقى على مضرب كهرباء عادي. هنبدأ بقى نضرب الخليط ده، يعني مثلا حوالي 7 دقايق في العجان، علشان طبعا الكمية بتاعتنا قليلة جدا. لو انت عندك مضرب هياخد معاكي برضو 10 دقايق، اللي هو المضرب الكهرباء. بصوا لغاية ما القوام يبقى زي قوام الكريمة بالشكل دوت معاه بيتقل. فخلاص هو كده خلاص. هنبدأ بقى نجيب ورق الزبدة، وهبطن الصاج بتاعي عشان افرد الخليط بتاع الاسبونج. اهم حاجة نجيب ورق الزبدة يعني نبطن بيها الصاج بالشكل دوت. هفرد الخليط لغاية ما اسويه بالشكل دوت عشان ما تطلعش حتة عندي عالية وحتة تبقى يعني واطية شوية. هسويه كويس جدا واخبطه خبطتين بالشكل ده. خبزته على درجة حرارة 180، وبعد كده هو طلعته وسبته لغاية ما برد. هنبدأ بقى مقادير الكيك بتاع الجاتو المثلثات. انا عندي 6 بيضات ومعلقة خل ومعلقة محسن ونص كيلو دي اسبونج جاهز وفانيليا عشان البيض. دي كل المقادير بتاعت الكيك بتاع اللي هو الجاتو المثلثات. هيضربوا برضو لمدة 10 دقايق او مثلا 7 دقايق حسب العجان عندك او حسب المضرب يعني سرعته تكون عالية او بطيئة عندك. اهم حاجة يوصل معانا القوام بالشكل دوت. حطيت ورقة برضو زبدة، اللي هو الورق الخبز اللي احنا بنفرده على الصاج، وفرده بالشكل دوت. حطيته على درجة حرارة 180، قعد حوالي ربع ساعة. بس السرسرول فانيليا ما بنأخرش عليه، كبير و7 دقايق وبنخرجه من الفرن. لانك انت لو طولتي عليه درجة الحرارة وسبتيه في الفرن كتير هتلاقيه نشف معاكي ومش هتعرفي تلفيه خالص. انا بدأت اعمل الكريم شانتيه. الكريم شانتيه طبعا حسب الكمية اللي انت هتعمليها. لو انت هتعملي ستريسترو رول واحد هياخد مثلا معاكي كوباية كريمة، لكن انا عشان عاملة كمية كبيرة طبعا كل ما كمية الكريمة ما بتخلص معايا ببدأ أعمل كمية كريمة تاني. فإحنا زي ما متفقين، اللي متابعني عارف إن إحنا بنقول كل كوباية كريمة عليها كوباية مية. ومثلا لو انت عندك لبن بودرة حطي مع يعني معلقة كبيرة. لو انت عندك كريمة باستري حطي. انا ساعات بحط كريمة الباستري وبحط برضو اللبن البودرة. الحاجات دي كلها بتطعم الكريمة وبتدينا طعم حلو جدا. وزي ما اتفقنا ان كل كوباية كريمة عليها كوباية مية. ومثلا ربع كوباية سكر للكوباية. بعد كده هوت انا طلعت الاسبونج بريت عندي وقلبته بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت. ودوت اللي هو العسل اللي احنا بنغليه على البوتاجاز. انا بحب يعني ازقيه لان بتدي تسكيره حلوه الجاتو، او لو انت حبيتي تعملي تورته بيبقى طعمه حلو، بيخلي الكيك رطب حلو جدا. انت مش حابه تعمليه في السرسرو، تمام براحتك خالص. هو كده كده السرسرو طالما انت مأخرتش عليه الفرن يعني بيبقى عندي بيبقى طري جدا. بس اهم حاجة وانا بخرجه من الفرن يعني تطلعيه على طول تغطيه كويس جدا لغاية ما يبرد. بعد كده بنلفه بالشكل دوت. بفرد طبقة كريمة وبعد كده بحاول ان انا ما بلمسي الجاتو بايديا. يعني بص كل اللف انا بلفه والورق الزبدة بضغط وهو الرول بيلف معايا. حطيته في الفريزر جمد عندي، قعد حوالي مثلا 3 ساعات. وبعد ما طلع انا بدأت افرد الكريم شانتيه عليه بالشكل دوت. بحاول اجلسه. بصوا يعني حتى لو كمية الكريمة هي بصوا بياخد السرسرو بياخد كفايته. وبعد كده اي كريمة بشيلها بالسباتولا او بالورقة الجلدة اللي احنا بنعمل بها على طول.
كان عندي اللي هو الاسباتولا اللي هي المشرشرة دي، حبيت اعمل شكله بالشكل دوت يدي شكل حلو معايا. ده جولو فراولة هعمل بيه يعني زي دريبات كده هوت بالشكل دوت، تدي شكل حلو معايا للجاتو، او مثلا لو انت حابة تعملي سيروسرو بنفس الشكل هيبقى حلو جدا معاكي. ببدأ بقى اقطعه، باخد المقاس اللي انت يعني اللي يناسبك بمعنى اصح. اهم حاجة ان انا بمسك السكينة اللي هي بتاعة الجاتو، بحطها في مية مغلية وبعد كده بنشفها وبقطع بيها قطع الجاتو. عملت الروزيتا بتاعة النجمة بالشكل دوت وخلصته. بصوا الجاتو بجد حلو جدا وتحفة، انا حابة ان انا اوريه لكم من جوه، جميل جدا. عملت طبعا جلست هما الستريسترول، يعني اللي انا حبيت اجلسه بالشكل دوت عشان بس الفيديو انا عارفة ان هو وقته طويل عليكم، فما حبيتش اطول بقى الوقت عليكم اكتر من كده. جلسته، حطيت بقى جنيه شوكولاتة، وبعد كده عملت كده هوت يعني سيول بالشكل دوت. برضو قطعته طبعا حسب المقاس زي ما اتفقنا اللي انت حابة تقطعيه. اهم حاجة بنحط السكينة بتاعة الجاتو في مية سخنة عشان تطلع معايا قطعة حلوة وما تتهربتش معايا. بنزل بسكينة الجاتو كده هوت، يعني بصوا يعني ما بحاولش ان انا اهربد الجاتو، يعني بينزل يعني سكينة الجاتو بصوا بتطلع كده لتحت على طول، بحيث ان انا يعني ما تبقاش يعني حتة الجاتو مهربدة معايا. ولو انتي ست بيت وحابة ان انتي تعملي كمية كبيرة من السوريسرو دوت، احشيه، وبعد ما تحشيه لفيه في ورق الزبدة وشيليه في مثلا الفريزر. لو انت عندك اوردر مثلا قبلها بكذا يوم هتبدأي ان انت ترتبي يعني شغلك. لان حتى لو السوريسرو قعد عندك اسبوع في الفريزر ما بيعملش اي حاجة، بس طلعيه واحشي على طول. بعد ما نحشي مثلا الحشوة اللي في النص احنا بنكون لفينه كويس، وبعد كده بنطلعه بنجلسه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا هو كده بقى ما بياخدش مكان معاكي، وفي نفس الوقت انت هتطلعي تجلسي على طول وتقطعي على طول تحطي في العلب بتاعته. انا قطعت برضو الرول التاني اللي هو بتاع الجاتوه، وعملت له تمويجة بالشكل دوت بالسباتولا برضو المشرشرة، وبدأت اعمل بقى اللي هو الروزيتا دهيت. عملتها يعني حطيت لون اللي هو اللون الجل، وعملت بقى الروزيتا بامبا بالشكل دوت، وحبيت اعمله، يعني عملته كده هو اداني شكل حلو جدا معايا. انا خلصت الجاتو بالشكل دوت وبدأت اعبيه في العلب بتاعته عشان ابدأ اعمل بقى الجاتو بتاع المثلثات. ولسه عندنا جاتو اللي هو السيريسرو اللي هو بالشوكولاتة. بصوا القطعة حلوة جدا والحجم ده حلو قوي مناسب. بصوا حجم الجاتو حلو جدا والقطعة حلوة، بصوا يعني متماسكة وجميلة جدا. انا خلصت يعني اللي هو الجاتو عبيته في العلب، وبعد كده جبت الجاتو اللي هو بالشوكولاتة. هبدأ بقى ده شربات زي ما انا متفقة معاكم ان انا بحب ازق بيه برضو نفس اللي احنا عملناه في السيروسترول فانيليا. الشربات يعني بتاع الفانيليا بالظبط هو هو. فجبت بقى طبقة كريمة بالشوكولاتة وبدأت أفردها على أول طبقة من الكريمة. بفرد طبقة الكريمة بالشكل دوت عشان ألف بقى برضو اللي هو السيرسرول اللي بالشوكولاتة. برضو انتي لو حابة مثلا ما عندكيش وقت وانتي مثلا قدامك على الاوردر كذا يوم، وطبعا احنا بنبقى مضغوطين يعني جاي كتير، فانتي ممكن تلفيه برضو وتسيبيه في ورقة الزبدة حتى لو قعد معاكي اكتر من اسبوع في الفريزر مش بيجراله اي حاجة، وتخرجيه على التجليس على طول. بصوا انا ببدأ كده هو تاخد بالنا مع بعض. انا ببدأ بصوا بلف لفة بسيطة كده في السريسترو، يعني بحاول ان انا بلفه بورقة الزبدة، ايدي ما بتلمسش الكيك خالص. بعد كده ببدأ اقفلها زي البونبونية يعني بالشكل دوت، وبحطه في الفريزر مثلا حوالي ساعتين او يوم حسب بقى الوقت اللي انت هتعملي فيه. اهم حاجة نحطه في الفريزر يجمد كويس. بعد كده ببدأ اجيب كريمة، ببدأ بقى ان اجلسه بقى من على الوش بتاعه بالشكل ده بالسباتولا. بديله طبقة كريمة يعني تكون حلوة علشان لما نيجي نجلسه بقى شكله حلو معايا. ولو في اي زيادات احنا بنشيلها يعني مفيش اي مشكلة معانا.
بحاول بقى اسوي الوش بالشكل دوت، وكل مرة باخد الاسباتولا وبعد كده بروح شطفاها لغاية ما الوش يبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده قبل ما احط له الجناش برضو بحطه في الفريزر بيجمد حوالي 3 4 ساعات، وبعد كده ببدأ احط الجناش بتاعي. الجناش دوت بيبقى لسه معمول، بيبقى دافي، وببدأ احط اوزع عليه بالشكل دوت الجناش. بحاول ان الجو طبعا بيبقى ساقعه والسرسرو بيبقى طالع من الفريزر، بحاول ان انا ابقى سريعه وانا بصب الجناش على السرسرو، علشان لو انتي ما حطيتيهوش على طول بيبقى يعني شكل الجناش مش حلو على السرسرو خالص. جبت شبكة وحطيت تحت منها صينية وبدأت اعمل السرسرو بالشكل دوت. بعد ما جمت كويس جدا معايا في الفريزر، جبت الجناش برضو وحبيت ان انا احطه يعني نفس الطريقة الاولانية بالظبط، بس عشان الجناش بهدل لي الدنيا فانا حبيت ان انا اعمله يعني احطه على الشبكة بالشكل دوت. بصوا الجناش بتاعنا بجد تحفة وبيلمع كده، ليه لمعة حلوة جدا. احاول ان يكون كمية الجناش بتاعتي بتكون كتيرة، علشان لو نقصت معاكي حتة مش هتعرفي تظبطيها بعد كده، هيكون الجناش مسك على السروسرو فهيبقى شكله وحش جدا. هنبدأ نعمل مع بعض السروسرو المثلثات. انا جبت الصاج بالشكل ده بعد ما انا خبزته. اللي احنا عملناه اللي هو 6 بيضات ونص كيلو دقيق اسبونج جاهز ومعلقة محسن وفانيليا عشان البيض ونص كوباية مية. فردت يعني فردت الكريمة بالشكل دوت. بدأت أفردها بسكينة الجاتو، عشان ده هنعمله الجاتو اللي هو المثلثات. أنا كان مطلوب مني 8 دسات جاتو أشكلهم يعني أي شكل أنا عايزاه، فأنا حبيت أعمل 4 دسات بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت. دولت عاملاهم 4 دسات، والسروسرو برضو طلعوا معايا 4 دسات. حطيت بقى الطبقة التانية بتاعة الكيك. انا خبزت معاكم واحدة بنص كيلو اللي هو الدقيق الاسبونج وال6 بيضات، خبزت كمان مقدار تاني مع نفسي وسبتهم لغاية ما بردوا. بدأت حطينا اول طبقة كريمة بالشكل اللي شفتوه، والتاني حاجة اللي هو برضو بنجلسه هو بالكريمة. احنا بندي طبقة حلوة للجاتوه عشان يبقى حلو واحنا بنقطعه. جبت الجناش برضو وسبته الاول، يعني اهم حاجة ان احنا بنجمد الجاتوه كويس جدا عشان نحط له جناش او عشان نقطعه. في الحالتين لازم يجمد كويس جدا. لو انتي ما جمدتيش الجاتوه مش هيبقى حلو معاكي. بعد ما جمد عندي وخلاص بقى كده بالشكل دوت، هبدأ بقى اقطع الحروف بتاعته عشان اسويه ونقطعه مع بعض. بصوا الجاتوه كان جامد جدا عندي. باخد كل الجوانب بالشكل دوت. الجاتو انا جبته كده بالعرض، هعمله على 4 اجزاء هيطلع لي بالظبط دستتين. لو انت عملتي صاج 30 في 40 فهيطلع لك دستتين بالظبط. هتجيبي يعني بصي انا بقسمه على 4 اجزاء، ما قسمتهوش بالعرض، قسمته بالشكل ده بالطول. خدت كل جزء بالشكل دوت، وعشان اطلع منه يعني دستتين جاتوه هقطعه مثلثات. يعني احنا قطعناه 4 وبعد كده هنقطع العرض بتاعه، هنشوف كام كده هوت هيجي معانا قد ايه. جه معانا 3 اجزاء، ال3 اجزاء دي هتطلع لي 6 قطع، يعني كل جزء من اللي احنا قسمناهم دول هيطلعوا لي 6 قطع بالظبط. هو بيبقى شكله جميل جدا، ويعني بيبقى شكله شيك كمان المثلثات اكتر من اللي هو الجاتو اللي هو العادي يعني التقليدي. كل مرة باخد السكينة بشطفها كويس جدا وانشفها في مية، يبقى انشفها وبعد كده اروح مقطعة بيها. انا خلصت تقطيع. بدأت بقى اجيب قمع النجمة واعمله بالشكل دوت، يعني اعمل روزيتا عليه برضو بكريمة الشوكولاتة. بصوا قد ايه القطعة طالعة حلوة وحجمها جميل جدا. جبت شوكولاتة بيضة سيحتها على الحمام بخار، وحبيت اعمل كده هوت، يعني بصوا حاجة كده تدي شكل جمالي للجاتو، فهتنطق معايا الجاتو اكتر. معلش انا بعتذر لو الفيديو وقته طويل عليكم،
بس انا صدقوني حبيت ان انا يعني قصيت منه حاجات كتيرة على اساس برضو الفيديو ما يبقاش وقته اطول من كده. لو انت عندك بقى كريسبات او حابة تسيبيه كده تمام، بس انا حبيت ان انا احط له كريسبات شوكولاتة. بتخلي الجاتو قطعة شيك كده وجميلة جدا. هعمل معاكم الصاج التاني، بس هحاول اختصر كتير علشان طبعا ما اطولش عليكم وقت الفيديو اكتر من كده. بصوا برضو انا كنت مقطعاه وجهزته كده، بس يا دوبك عملت اللي هو جبت كريمة بيضة لونتها باللي هو الالوان الجل اللي احنا بنجيبها، ده كان لون بامبا عندي، وحطيت كده نقطة منه اداني اللون دوت. وعملت روزيتات بالشكل ده، وبرضو بالشوكولاتة البيضة هعمله نفس يعني اللي هو اللي عدى. بصوا بيخلي فعلا شكل الجاتو قيم وحلو جدا. كده الجاتو المثلثات بقى الاربع ديسات خلصوا معايا، وهعبيهم برضو معاكم. عملت كل الجاتو بالشكل دوت. بصوا بجد طالع جميل جدا. بدأت احط بقى برضو الكريسبي اللي حطيناه على الجاتو اللي هو بالشوكولاتة، اللي هي كانت الروزيتا بتاعته بالشوكولاتة. برضو بتخلي الجاتو حلو جدا. ايه رأيكم بقى في جمال الجاتو بتاع النهاردة؟ بجد الناس اللي خدوه شكروا فيه جدا، وكان حلو بجد لان فعلا كانت طعم الجاتو حلو جدا. لو انتي مشيتي على نفس المقادير هتعملي احلى جاتو. كنتي مثلا في بيتك او مثلا بتطلعي اوردرات، هيعجبك جدا. بصوا ده السرسرو انا كنت حاطاه في الفريزر بعد ما احنا حطينا له الجناش، وبدأت برضو اقطعه. ما تحطيش جناش وبعد كده تقطعي على طول، السرسرو مش هيبقى حلو معاكي، لكن لازم تجمديه حتى لو مثلا نص ساعة في الفريزر. بنبدأ بقى ناخد المقاس اللي احنا عايزينه، وببدأ برضو اقطع القطع كلها. بصوا انا جبت شفشف، حطيت فيه مية مغلية، وبعد كده هو بدأت انزل كده هو بالشكل ده بالسكينة على قطعة الجاتوه، يعني قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا قد ايه بجد الاسترسرو طالع تحفة. عملت برضو نفس الروزيتا. كده فيديو النهاردة خلص معانا، ويا ريت تكونوا استفدتوا منه ويكون الفيديو عجبكم. ده الجاتوه شكله بعد ما انا خلصته بقى بالشكل ده عندي. انا حبيت برضه اوريه لكم. ده جاتوه الفانيليا وجاتوه الشوكولاتة مع بعض، احنا عبيناهم بالشكل دوت. يا ريت يكون فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت اكون قدرت اوصل لكم حتى لو كانت معلومة بسيطة. اللي يعجبه بقى الفيديو ما ينسيش اللايك والاشتراك ويفعل الجرس. تستنوني الفيديو القادم. باي باي.